السلام عليكم الزول في الأول، مرحبا بكم ديما مع وصفات نادية. إن شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم كامل بخير. اليوم إن شاء الله راح نشارك معاكم حلوة خفيفة وسهلة التحضير بمقادير اقتصادية، والحلوة ديالكم تجي من أروع ما يكون، تجي تذوب في الفم وبنينة بزاف. إذا تبعوا معايا للآخر باش تكتشفوا معايا طريقة تحضير هذا الحلوة. إذا هنا بالنسبة للمقادير واش نحتاج لهذه الحلوى، عندي 250 غرام مانغارين، هذه العلبة فيها 500 راح نقسمها على زوج، وعندي زوج حبات بيض، عندي ثاني علبة فلان، وعندي نصف كاس مايزينا، وعندي لافاني، وكيس خميرة كيميائية، وعندي رشة ملح، والفارينة حسب الحاجة. إذا مباشرة راح نبدأ نحضر معكم الحلوى. إذا هنا بسم الله نبدأ. أول شي راح ندير 250 غرام مانغارين، هذه العلبة فيها 500 راح ندير النص، ويكون في درجة حرارة المطبخ هذه الطريقة. وراح نضيف كيس فلان بذوق فاني، الكيس المخصص لنصف لتر تاع الحليب. وهنا زدت درت ثاني عطر لافاني، ونبدأ نخلط هكذا غير باليد حتى يذوب كامل هذاك الفلون مع المانغارين. وراح نضيف زوج حبات بيض ونخلط ثاني. اذا بهذه الطريقة. وراح نضيف نصف كاس مايزينا هكذا ونخلط. بالنسبة للسكر ما نستعملش السكر في هذه الحلوى لاني درت الفلو فيه السكر باش ما تجيش الحلوى ديالنا يعني حلوة بزاف، نقصوا السكر. وهنا في الاخير درت هكذا الفارينة، ندير غير بشوية، وزدت درت معاها كيس خميرة كيميائية. هنا راح نضيف الفارينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. اذا هنا بعد ما جمعت العجينه ديالي هذا هو القوام ديالها. هنا راح نروح نخدم الحلوى ديالي مباشره. اذا هنا راح نشكل كويرات صغار من العجينه ونبدا نشكل على شكل شارك بهذه الطريقه. راح نفتح العجينه ديالي غير باطراف الاصابع ونشكل الشكل ديالي. هنا راح نرقق الحلوى ديالي من الاطراف بهذه الطريقة. هنا راح نديرها رقيقة لأن الحلوى ديالي فيها الخميرة راح تنتفخ في الآخر. يعني طريقة سهلة وسريعة. هنا ما تحتاجي لطبع لأي شيء، غير باليد تشكلي الحلوى ديالك وتجي رائعة. إذا بهذه الطريقة. صدقوني هذه الحلوى تجي بنينة بزاف وتجي تذوب في الفم رائعة. يعني مكوناتها بسيطة وتخرج كمية مليحة ثاني. إذا بهذه الطريقة. وهنا جبت الصينية درت فوقها ورق طهي ونبدأ ندير الحلوى ديالي من الفوق هكذا. وفي الأخير راح نسقم كامل الحلوى ديالي باش تجيني يعني الشكل ديالها جميل. إذا هنا راح نكمل نخدم كامل الحلوى ديالي بنفس الطريقة. إذا هنا بعد ما خدمت كامل الحلوى ديالي هنا راح نسقم كامل الحبات تاع الحلوى ديالي. هنا راح نغلقهم هكذا شوية لأن راح يفتحوا كي يطيبوا يعني ينتفخوا وتفتح معكم كامل الحبات. إذا نحاول نغلقهم هكذا غير شوية باليد. ومن جهة واحدة أخرى راني شاعلة الفور ديالي على 160 درجة. راح ندير الحلوى ديالي الطيب. كي الطيب راح نكمل معكم التزيين.
إذا هنا بعد ما طابت كامل الحلوى ديالي كما راكم تشوفوا خليتها بردت، وهنا راح نبدا نزين الحلوى ديالي. هنا جبت مربى المشماش وعندي الكفريط، فتت كامل الكفريط ديالي، وهنا راح نغطس الحلوى ديالي في المعجون هذه الطريقة، خليه يشرب شوية ونحيه ونديرو مباشرة في الكفريط، راح نرمدو كامل في الكفريط. هذه الحلوى بنينة بزاف، روحوا لها غير بالعقل انها راح تجي تتفتت هشيشة بزاف. لأن راح نرمدها كامل هكذا في الكفريط، وراح نضغط غير باليد شوية حتى تلصق كامل الكفريط في الحلوى. إذا هكذا، إذا هنا شوفوا كيفاش تكسرت الحلوى ديالي، على هذا قلت لكم تجي هشيشة بزاف، روحوا لها غير بالعقل. إذا راح نكمل نزين كامل الحلوى ديالي بنفس الطريقة. وهنا في الأخير بعد ما كملت زينت كامل الحلوى ديالي بالكفريط، هنا في الأخير جبت شوية شوكولا ذوبتها على حمام مائي، وهنا راح نبدأ نزين بهذه الطريقة، يعني راح ندير خطوط من الشوكولا فوق الكفريط بهذه الطريقة بشكل عشوائي، يعني راح تعطيها شكل جميل. إذا هذه هي الحلوى ديالي بعد ما كملت زينتها كامل. إذا شوفوها كيفاش جات روعة، شوفوا الشكل ديالها جميل، ولا الذوق ما عندي ما نحكي لكم، تجي تذوب في الفم، هشيشة وبنينة بزاف. إذا هنا راح نقسم حبة معكم تشوفوها كيفاش جات. يعني وصفة سهلة خفيفة وسريعة. إذا شوفوا الحلوى ديالنا من الداخل كيفاش تجي تفتت وتجي تذوب في الفم. شوفوا اشحال يعني جات روعة روعة، خفيفة بزاف. اذا نتمنى تعجبكم هذه الطريقة ونتمنى تجربوها. اذا عجبتكم ما تنسونيش بالاشتراك وما تنسونيش باللايك، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس لتصلكم كامل الفيديوهات اللي راح نشاركها معكم. والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.